مشرف. والله هو احنا كنا فعلا استثمرنا فترة التوقف وعملنا فترة الصيانة السنوية اللي هي انتقال ما بين الشتاء والصيف في النجيلة يعني. والتزمنا بالجدول اللي موجود، ويمكن كان جت مباراة الأهلي يوم 12 واعتذرنا علشان الجدول الصيانة، وبدأنا كان مخطط يوم الأحد أو يوم 22، وجت مباراة الزمالك يوم السبت. فاحنا الحمد لله يعني الصيانه في جدولها في ميعادها، ما فيش عندنا مشكله بالنسبه لتجهيز الملعب، لكن هي طبعا هي في مرحله نمو الملعب، ودايما ان شاء الله يبقى كل يوم مع الوقت يكون افضل وافضل يعني. ان شاء الله باذن الله. يعني الحقيقه شفنا امبارح ارضيه الملعب شكلها الحقيقه يعني شكلها مبشر. ارضيه الحقيقه يعني شكلها مشرف على التلفزيون، واضح برضو ان في شغل بشكل قوي يعني. طبعا احنا في الحقيقه في يعني شغل باستمرار في الهيئه الساد ككل، استاد الكوره بصفه خاصه. بالنسبه للجداول الزمنيه استعداد على طول، يعني ما بنجهزش الحدث بعينه، وهو الشغل قائم باستمرار يعني على اعتبار ان كل يوم في مباراه. فان شاء الله الفترات الجايه هيكون في بعض التجهيزات زي تبديل كراسي اللاعبين في الفترات الجايه ان شاء الله، على فتره استلام. يعني في حاجات ان شاء الله على مدار السنه هتلاقي فيه دايما شغل تطويري باستمرار. بالنسبه لمباراه القمه، وفعلا جالنا فاكس من اتحاد الكوره بمواعيد المباريات واماكنها. هيكون خلال هذا الاسبوع في اجتماع تنسيقي اتحاد الكوره بيدعو اليه. الاستاد الانديه المشاركه اللي هو ناديي الاهلي والزمالك مع الامن، هيكون في تنسيق طبعا وضع اللمسات والاستعدادات كلها والالتزامات على كل طرف يعني، وده اللي هنعرفه من خلال الاجتماع التنسيقي القادم باذن الله. وده كان دكتور في يمكن اشرف، هل هيكون على اولوياتكم في الاجتماع التنسيقي يعني الخلاف ما بين مجلس اداره الاهلي والزمالك؟ الترتيب القعده هيبقى عامل ازاي بحيث المشهد يخرج بشكل مختلف؟ هل ده حضرتك هتبقى طرف فيه؟ لا، احنا مش طرف، لان طبعا زي ما حضرتك يمكن تحدثت مع حضرتك في البدايه خالص، بتعامل بموقف اداري احترافي شويه. انا الجهه، انا المكان. فالمفروض الدور الواقع عليا بشكل كبير هو المكان يكون مستعد فنيا يعني. الجهه المنظمه يعني في مباراه الدوري بيكون يعني اوي وهوم، او النادي المنظم هو اللي بيكون مسؤول قدامنا في عمليه التنظيم. انا عارف طبعا ان هو المنظم في اللقاء ده هيكون اتحاد الكوره. فبالطبع اجتماع التنسيق هيكون واقع كل النظره التسويقيه، النظره التنظيميه على اتحاد الكوره في تحديد كل المتطلبات. عمليات التنظيم بتكون واضحه بالنسبه لينا، لهم حق الدخول بتكون واضحه بالنسبه لينا كاستاد. الامن التنظيمي ده كله يعني تساؤلات المفروض تغطى من خلال الاجتماع التنسيقي يعني. ان شاء الله باذن الله. بنتمنى لحضرتك يا فندم كل التوفيق، وبشكر حضرتك.